يا جماعه الحاجه مش عايزه تروح تدار وعايزه تروح. احنا عايزين نوديها ضرب فلوسها، هي رافضه. هي رافضه. احنا عشان نبقى بنرضي الله حقوق الانسان او كمان مصر حقوق الانسان لما بيروح لحد بيروح عشان يتعامل بنرضي الله، بصرف من جيبي لوجه الله لغايه ما اوصل عنده. حسيت بعدين ست امي يا استاذ حبيبه عليها عملت الله فلوسها وخليتها هي. يا جماعه احنا ماشيين الست دي مثلا هي تروح تدور. انا عارفين اللي انت عايزينها يا جماعه فلوسها وخليتها ايه؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه. شايفين؟ ثانيه اهو خليك جنبك خليك جنبك. فلوسها وخليتها ايه؟ فلوسها بتاع الاستاذ محمد صلاح جارها اللي في وشها بنسلم فيه. الحاجه هي اللي بيصورنا جرى محمد صلاح جرى عشان على الواقع. دي مش فلوس حاجه. طيب يا جماعه عملنا الخير لله. بس عملنا الخير خارجين من لله. هنا بنك متنقل. دي مخده كانت نايمه عليها. دي مخده فلوس كانت نايمه عليها. دي المخده اللي كانت نايمه عليها. لا يا حاجه احنا مش نحسدك مش عايزين حاجه. يا جماعه للعلم والتوضيح وما يرضي الله كمان المصري مؤسس حقوق الانسان ما بياخدش جنيه من حد. بس اللي حصل كالاتي، انا مواصلاتي من جيب الشخص من جيب من بورسعيد هرب مننا. لو خدت من فلوسها مواصلات محدش يقول لي بتعمل ايه؟ انها حاله الحاجه سميحه، الحاجه سميحه اللي حكمت ان تدينا فلوس المواصلات انا والحاجه ام رحيم من فلوس الست الطيبه الغلبانه الكفيفه. انما مش هاخد منها حاجه، حد الله بينا وبينها مش عايزين منها حاجه. بينا وبين ربنا. حتى التاكسي قلت لي خدي 200 جنيه بتوع التاكسي قلت لك ايه؟ مش عايز منك حاجه. يا جماعه احنا عملنا اللي علينا بما يرضي الله. حماد ارفع التليفون. عملنا اللي علينا بما يرضي الله وطلعناها لغايه بيتها. صعب ان في حد يعرف يطلعها ببركه ربنا. جيرانها متاذين منها. نزول الشارع تاني هيحصل؟ لا طبعا. نزول الشارع تاني هيحصل؟ محمد لو نزلت الشارع عرفنا عشان انزل الفيديو. علينا بعد اذنك عشان لو نسمع ننزل الفيديوهات دي ان هي مش محتاجه حاجه وبتاخد حرام كده وما ينفعش كده. الشقه بتاعتك هتسحب منك. مين اللي خد الشاشه يا استاذ حاجات الشقه بتاعتك هتسحب منك وهتروح دار غصب عنك وتشوف ازاي خمسات وعشرات. اسالي ابو ملك كده، انا متصل بيه وساله على الشاشه هي موجوده فين. ولا استاذ محمد صلاح هم دول بس يا جماعه الاصحاح اللي ده كله خمسات وعشرات ومجمده كل 1000 لوحدها. يعني عارفه بتعمل ايه وعارفه هي ايه. الشنطه دي كلها الصغيره هي اللي كان فيها الفلوس اهو. حتى الله بينا هو ده اللي حصل. والفيديوهات الاولانيه كانت معايا كلها. مش ده اللي فتحناه قدامك. خدنا حاجه انا اللي قلت لكم خدوا خدنا حاجه وفتحناها في حته ورزعنا كل ده قدامك وفيديو ولا مش فيديو. اي حد يصور الست دي بقى ويفتكر باوجاعها حرامي اللي كان ماشي وراها طول الليل عشان يسرق فلوسها. بلاغ للنائب العام. شاب ظالم مدعي الخير ظهر جديد في شوارع القاهره بيدعمه كل حرامي ومتسول زيه وبيتاجر باوجاع الغلابه. صورها وساب رقم فودافون كاش عشان يلم عليها فلوس. وكان عايز ياخد منها المخده وقالت لك كلامها بالذنب. قالت كان عايز ياخد مني الفلوس بتاعتي. ده كويس ان انت لحقتني. بس انا ما نمتش طول الليل وفضلت قاعده صاحبي. قاعد جنبك لغايه الساعه كام؟ لحد الساعه 3. تعرفيه يا امي؟ هو وناس ثانيه. هو مين كان اسمه ايه يا جماعه؟ الله اعلم. عايزين الناس تتقي الله في الناس الغلابه شويه. عايزين الناس تتقي الله. دول مش غلابه، دول متسولين وشحاتين. اللي يعمل فيهم معروف ياخدهم من التسول يوديهم في مكان يتعدوا بفلوسهم او يقعدوا بفلوسهم. رافضه تقعد في مكان دار ايواء بفلوسها. رافضه تقعد في دار المسلمين بفلوسها. رافضه نجيب لها دكتور لحد هنا. فكده اللي عملناه بما يرضي الله معاها انا والست ام رحيم كل حاجه فيديو بالتوصيل. فلوس المواصلات دي مش اخدها مني. لا فلوسك انا مش هديها لك. احنا هننزل ونقفل عليكي بابك. لمي فلوسك بنفسك. محمد صلاح شويتك اهي وحكيت معاك. حد الله بينا وما بينك. خليك يا استاذ محمد بعد اذنك كده. شنطتها اهي. شنطتها اهي. تعالى شنطتها اهي. واحنا اهو مش اي حاجه. خدنا مني الجنيه. خدنا مني بما يرضي الله. فلوس مواصلات اللي بتاخدها منك مش عايز منك انا مليت. مش هقبل منك شيلين. مش طالعين بحاجه. الكارت هي اللي جايب بيها بتاع السوبر جيت. محمد صلاح مش طالعين بحاجه اهو. اي حد يجي الساعه دي يصور مع ست نص محمد يبقى جاي يسرقها بعد الفيديو ده. احنا مالناش دعوه باي حاجه. اي حد يجي يصور الست دي بعد الفيديو ده يبقى جاي يسرقها. حرامية التبرعات في كل مكان بيتاجروا باوجاع الغلابه الظلمه اللي ما عليهمش لا مله ولا دين. المتسولين بيشحتوا على المتسولين. بقوا متسولين شوهوا صوره مصر. عام 2025 عام الرحمه والانسانيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل. انا ككمال المصري مؤسس حقوق الانسان بصرف من جيب الشخص لوجه الله عشان اوصل الغلبان لبر الامان. يا سياده الرئيس وبلغنا حضرتك وللنائب العام
كل المؤسسات القائمه على التبرعات الا من رحم ربي بيتاجروا اوجاع الغلابه وبيسرقوهم، ان كانوا متسولين او بياخدوهم من الشوارع ويشحتوا عليهم في دار ايواء او مؤسسات. خلوا صوره مصر وحشه قدام العالم كله. احنا اللي بناكل العالم، رئيسنا البطل بياكل كل الدول اللي تستحق فعلا المساعده، مش هيشحتوا على الغلابه ويسوقوا صوره مصر. اتمنى الناس دي تكون عليهم رقابه، اتمنى الدار دي لو اتمنع عنهم التبرعات لقفل المؤسسات، لو اتمنع عنهم التبرعات لقفل المؤسسات، ما بيعملوش لوجه الله، كلها صور وفيديوهات وشو اعلامي وكله كذب وانفاق، وصوره مصر بقت وحشه بسبب الناس دي. دار حياه كريمه وكبار بالعلماء وفي جميع محافظات مصر تحتوي المجهولين الفقيد الاهليه. الدوله ادت تصرف مليارات وملايين على الغلابه. اتمنى الرساله توصل، كل اللي بيتاجر باوجاع الغلابه وبيلم تبرعات بدون صفه يتحاسب. ما بقاش انا صرف من بيتي، طالع من بيتي تجيب 1000 جنيه، ارجع ب 100 جنيه اجيب عشاء وانام في بيتي مرضي ومستور عشان وصلت انسان لبر الامان، والناس بتلم عليهم كل يوم ملايين. حتى فلوس مواصلات مش عايزها، حتى فلوس مواصلات مش عايزها. ربنا يبارك لي عشان انا عملت جملات ان انا وسيبكم رايحين. احنا معاكي من صباحيه ربنا لحد دلوقتي مش عارفين معاكي حل. محدش يجي يصور معاكي مش حل. يقول انك محتاجه حاجه. انا بقول لك اهو، حالات بفلوسك، دار بفلوسك. عادي.